انتم عارفين ان 13 يوم بس هما اللي فرقوا من ان البشرية تلتها يموت واغلب المدن الكبيرة تنمحي من على وجه الارض؟ اهلا بيكم في الحكاية، وانا يوسف عزت. حكايتنا النهاردة بتدور في 1962، بس عشان نفهم اللي حصل في 1962 لازم نرجع ورا شوية ل 25 ابريل 1945، لما الجيشين الامريكي والسوفيتي اتقابلوا على نهر ألب في المانيا بعد تقريبا انتهاء الحرب على دول المحور وانهزام المانيا. وفي الغالب دي كانت آخر مرة هيكونوا فيها حلفاء، واللي حاربوا مع بعض النازية بقى هم أعداء بعض من وقتها إلى الآن. وده إن بعد انتهاء الحرب العالمية التانية وانتصار الحلفاء اللي تم بفضل كبير للأمريكان والسوفييت، بقى أكبر قوتين في العالم الجديد هم الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي. الاتنين عندهم قوة اقتصادية وعسكرية وتكنولوجية ضخمة، والأهم إن الاتنين عندهم مشروع أيديولوجي مختلف، وكل واحدة